السلام عليكم. الخوف من الامتحان واحد من أكثر المشاكل اللي تواجه الطالب، هذا الشيء جدًا طبيعي لأن إحنا حاليًا بامتحانات أخير السنة، فموضوع الخوف شيء جدًا طبيعي للطالب، بس المشكلة إنه من تخلي هذا الخوف يسيطر عليك، لأن أكثر الطلاب إذا تدخل خايف للامتحان حتى لو هذا الطالب حافظ المادة 100%، حتى لو حافظ الكتاب والملزمة صفحة صفحة، بسبب هذا الخوف بالامتحان راح ينسى كل اللي يقراه. فلهذا السبب بهذا الفيديو راح نحكي أشياء إن شاء الله نحاول نقلل من هذا الخوف، فراح نبديها بكم سؤال أنت بنفسك جاوب عن هاي الأسئلة. أول سؤال: هل إنه هذا الامتحان اللي أنت راح تمتحنه أول امتحان ممتحنه بحياتك؟ جاوب لا، لأن أنت ممتحن قبله هواي بهاي المرحلة، سواء بنصف السنة سواء بالمرحلة اللي قبلها يعني أنت قضيت كل حياتك بالامتحانات، فهذا مو أول امتحان تمتحنه. السؤال الثاني: هل المراقب اللي واقف عليك يراقب بالامتحان شايل مسدس وإذا أنت ما تجاوب السؤال يرميك؟ لا، فعلى شنو هذا الخوف؟ السؤال الثالث: هل مستقبلك واقف على هذا الامتحان إذا نجحت به أو لا؟ طبعًا إذا أنت طالب سادس أكيد يفرق وياك، إن شاء الله نرجع لكم طلاب السادس بعدين، بس نحكي على الطلاب اللي مو سادس. هل هذا الامتحان إذا أنت رسبت به راح تنتهي حياتك، مستقبلك راح يتدمر؟ والجواب طبعًا لا، جبت 50 جبت 100 أنت ناجح أول شيء. الشغلة الثانية عندك دور ثاني، عندك بعد هواي فرص حتى تنجح، فموضوع الخوف من الامتحان يعني صراحة آخر شيء لازم تفكر بيه. إذا جاوبت على هاي الأسئلة راح ننتقل للأشياء اللي فعلًا راح تقلل خوفك بالامتحان. أول شيء دائمًا بالامتحان أخذ وياك بطل مي، لأن بطل المي هاي شيء علمي يقلل الخوف والتوتر، فاشرب مي قبل الامتحان وحتى من تدخل للامتحان اخذ وياك بطل مي وهناك اشرب مي على راحتك. الشيء الثاني: إذا أجتك الأسئلة وبديت تحل بالأسئلة ركز على السؤال اللي أنت تحله بس، يعني مثلًا السؤال الأول بفرعين أنت ركز على الفرع الأول، لا تفكر بالفرع الثاني ولا تفكر ببقية الأسئلة، فكر بس بالسؤال اللي أنت تحله، شوفه عرفت حله حله، ما عرفت جوابه اتركه لا تضيع وقتك بيه. بهاي الحالة بس إذا أنت ضامن 100% إنك تعرف السؤال حله، إذا ما تعرف وعندك شك ولو 1% إنه احتمال جوابك يكون خطأ، عوف هذا السؤال، ارجع له بعدين من تكمل حل الأسئلة اللي أنت تعرفهن، حتى تضمن درجتك بهاي الأسئلة وبعدين تتوجه على باقي الأسئلة حتى يزود لك الوقت. الشيء الثالث: إذا أنت من الطلاب اللي عنده خوف من الامتحان، الساعة لا تلبسها، لأن الساعة أنت راح تظل كل شوية تباوع لها وتحسب قد بقى لك وقت، من تحسب قد بقى لك وقت راح يزيد توترك وخوفك أكثر، لأن تخاف يمكن إنك ما تحل بقية الأسئلة، فخوفك وتوترك كلش يزيد، فالساعة حاول تبتعد عنها، وطول السنة مداوم كم يوم ومع ذلك ينجح وياك للمرحلة اللي وراها. شلون ما تعرف؟ الجواب إنه هذا الطالب ما عنده شيء يخسره، والشيء الثاني ما خايف من الامتحان، فلهذا السبب تلقاه ناجح وياك، فلهذا السبب ابتعد عن الخوف.